بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا مرحبا يا مرحبا بحبايبي، وحشتني. وهكمل معاك كلمتي بس زي ما اتفقت انها في ودنك، يعني في السر، يعني خلي بالك منها. اصل ساعات الناس يقولوا ايه، حط دي حلقة في ودانك. انا اخترت ان انا اكلمك في ودانك بدل الحلقة، فبقول لك كلمة في ودنك عشان ما تنساهاش وعشان تسمعها قوي. لحسن اكلمك من بعيد مش قريب من ودنك، اوعى تنفض لي بقى ولا تحلق لي ولا تشاور لي على طرف ودنك كده وتقول لي يعني نفض. اوعى، لاني بحبك قوي ونفسي تسمعني وتعمل بالكلمة اللي بقولك عليها، لانها خلاصة تجربة وسنين وتجارب كتير مرت علي. كلمتي النهاردة حوالين عمرك، راس مالك اللي بتتاجر فيه مع ربنا. عارف بتتاجر مع ربنا بايه؟ بتتاجر مع ربنا بالثانية وبالانفاس. مش الانفاس اللي هي الزرقاء ولا الانفاس اللي هي طالعه من حاجات وحشه، لا، الانفاس اللي بتطلع شهيق وزفير. هو ده راس مالك مع ربنا. ربنا جعل العمر هو راس المال، ولانك مش ضامن تروح امتى، يعني تموت امتى. كلنا هنموت والموت علينا حق، فلازم تحسن استغلال عمرك في احسن تجاره مع ربنا. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. عشان كده لما أهل النار يخشوا النار والعياذ بالله، ربنا يجعلنا من أهل الجنة وأنتم جميعا. لما يخش النار، أهل النار يخشوا النار، ربنا عز وجل يعاتبهم ويقول لهم أولم نعمركم فيه من يتذكر وجاءكم النذير. أولم نعمركم ما يتذكر وجاءكم النذير. فين اللي كان يتذكر العمر؟ ضيعتوا عمركم. ويوم القيامة لما يحب حد من اللي هيخش النار يطلب من ربنا مهلة يوم، يقول له لا، يقول قال رب ارجعون. قال كلا ابدا، مفيش، خلاص ادام مت خلاص مفيش رجوع. قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. عايز يرجع عشان يعوض. طب الفرصة قدامك اهو، عمرك وانت لسه شاب. من احسن الناس اللي ربنا يحبهم شاب نشأ في عبادة الله. من احسن الناس اللي ربنا يحبهم اللي ما يضيعش نعمة ربنا عليه، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولذلك انت قدامك العمر وانت شاب ومعاك وقت، اوعى يضيع منك لحسن تندم، لانه الوقت لما بيعدي ما بتقدرش ترجعه. مهما ندمت على اي يوم عدى عليك تقدر ترجعه؟ مش هيرجع. عشان كده استغله وهو في ايدك بدل ما يخرج من ايدك وما تعرفش تستغله، خاصة وانت طالب. قدامك الوقت عليك واجب فيه مهم جدا، وهو واجب الدراسة. انت طالب متفرغ للدراسة، صحيح ساعات بعض المواد بتبقى غلسة، وصحيح بعض المواد ما بتحبهاش، لكن ايه رأيك لما بتجتهد وبتنوي ان دي عشان ربنا يرضى عنك بطلب العلم، وتتفوق عشان تحسن من وضعك في الدنيا وتزود الدنيا معارف وتتعلم علوم نافعة لدينك ونافعة لنفسك. ايه رأيك ان بتجيب معاك ناس كتير جدا قبل ما يلتزموا، يعني نسأل الله ان كل الناس تبقى ملتزمة بهدي ربنا، لكن ناس كتير لما كانت بعيدة عن ربنا ما كانتش متفوقة في الدراسة، ولما قرب حب الدراسة. ليه؟ لان ربنا حببه فيها. فانا عايزك بصراحة من اول العام الدراسي اللي هيهل علينا، كل سنة وانت طيب، واحنا في شهر رمضان بنقول لك كل سنه طيب بمناسبه شهر رمضان ومناسبه العام الدراسي، فتحسن استغلال الاوقات. لان خلي بالك في رمضان كمان في علاقه جميله قوي مع الوقت واغتنام الاوقات. يعني تصور مثلا ربنا بيربينا 30 يوم في كل شهر رمضان على ان احنا نغتنم الوقت قبل ما يعدي علينا، بدليل ان كل حاجه في رمضان ليها وقت. السحور له وقت، فانت عايز تسحر بسرعه قبل وتسال نفسك فاضل قد ايه على الفجر عشان تلحق تصحر. اشوف فاضل قد ايه، فاضل قد ايه. كلمه فاضل قد ايه بتقعد تقولها ياما قوي. فاضل قد ايه على اذان العشاء عشان انزل التراويح. فاضل قد ايه عشان خاطر ما خلصتش الا 6 اجزاء من القران وعايز اخلص ختمه بسرعه في العشر الاوائل. يعني حريص على الوقت قوي في رمضان عشان بتتعلم وتتربى على اني قبل ما يطلع منك شهر رمضان نفسك يغفر ليك. لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للي يخش شهر رمضان قال خاب وخسر، يعني بيدعى عليه بالخيبه والخسران. يعني زي ما واحد يقول ده خايب، ده هتفضل طول عمرك خايب. او النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي على اللي يخش رمضان
ولا يغفر له، خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. خاب وخسر من أدرك ليلة القدر ولم يغفر له. فشو انت عمال تستنى الشهر عشان يغفر ليك وتبقى من عتقاء الله من النار، وتدرك شهر رمضان بليلة القدر وتاخد أجره كاملا وتخش الجنة وينجيك ربنا من النار. مش هيكون ده إلا بدرس الحرص على الأوقات واغتنامها في النافع المفيد. عايز أختم معاك الكلمة بكلمة جميلة أوي سيدنا علي، بيقول: من أمضى يومه، اللي يعدي يومه، من أمضى يومه في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد بناه، أو حمد حصله، أو علم اقتبسه، فقد عق يومه وظلم نفسه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياك حسن اغتنام الأوقات والنافع المفيد في كل دقيقة. والسلام عليكم ورحمة الله.